باسم الشعب اللبناني مرة جديدة تحية إلكم. مسؤول مفوضية الانتداب بيوجه رسالة تحذير لوزير داخلية بدولة مفترض تكون ذات سيادة. مش هون الموضوع. الأمر الخطير يلي لازم يعرفه الشعب اللبناني هو إنه توطين السوريين بلبنان عم يتحول شوي شوي لمطلب رسمي دولي، وأقل شيء ممكن ينعمل طرد مفوضية الانتداب من لبنان وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة. في شيء أكثر من انتهاك سيادة؟ في شيء أكثر من انتهاك الأعراف والأصول الدبلوماسية؟ يا شعب لبنان، مرة جديدة ما تخلي حدا يكذب عليك ولا حدا يستغلك بشعارات لغاية في نفس يعقوب. أنت المسؤول، أنت مصدر السلطة مش هني. بدك تعرف الحقيقة؟ رأى المتغيرات الدولية، رأى الخارطة الديموغرافية يلي عم يرسموها للمنطقة بما يسمى الشرق الأوسط الجديد. بدك تعرف الحقيقة؟ اسمع يلي بخبروك اياه بلبنان، بس وثق بكل أو بعكس كل شي بيقولوا لك اياه. بدك تعرف الحقيقة؟ الحقيقة موجودة حدك بالشارع، حد بيتك، بقلب بنايتك، حد شغلك، بالمحل يلي بتجيب منه غراضك. هونيك الحقيقة، وكل الإجراءات اللي عم تتاخد والتدابير بترحيل النازحين وتسكير المحلات رح ضل اقول لك انها اجراءات مبتورة الى حين طرد مفوضية الانتداب من لبنان. ساعتها يا شعب لبنان انا بقول لك دقت ساعة الحقيقة، دقت ساعة السيادة، ووصل الحل. لوقتها كل شيء رح يكون برسمك انت. تيبقى قلنا لبنان الله معك.